المحاولات الكتير إنك تحاول إنك تفهم هو ليه ده بيحصل معاك، أو هو أنا ليه اتولدت في المكان ده، أو أنا ليه اتولدت في الموقف ده، أنا ليه اتحط في الموقف ده، أنا ليه حد يتعامل معايا بالطريقة دي، أنا ليه أشوف ده في حياتي. مش هيخليك تعمل أي حاجة غير إنك هتفضل محبوس جوه المشكلة. هتبقى عامل زي اللي معاه بوكس كبير وهو جواه وهو جواه هو بيفضل دايما جواه من جوه. كل اللي حواليه عتمة، مش شايف حاجة، وكل ما يمد ايده في اي حتة يلاقي الدنيا سواد ويلاقي حيطان حواليه، فيحس ان حياته هي عبارة عن العلبة دي هي حياته كلها ومفيش مخرج منها. فالحل اللي قدامه انه يقعد ميعملش حاجة ويبكي، يزعل، يغضب، يفكر، يتكلم. لكن الفكرة هنا ان انت بس لو تحط على جنب المشكلة وتبتدي تشوف هو انا اقدر اعمل ايه وما اقدرش اعمل ايه، ايه اللي اقدر اتحكم فيه في المشكله دي وايه اللي ما اقدرش اتحكم فيه في المشكله دي. في جمله دايما او فكره اعتقد انه وصلت لناس كتيره جدا، هي ان اي حاجه في حياتك، اي مشكله في حياتك بتحطها يا اما في جانب ان انا اقدر اتحكم فيها، يا اما في جانب ان انا ما اقدرش اتحكم فيها. بس الحقيقي ان كل المشاكل اللي في الحياه فيها جزء انا اقدر اتحكم فيه وجزء انا ما اقدرش اتحكم فيه. اي مشكله هي بتبدا من هنا. انا لو مش واعي ان في مشكله، اذا ما فيش مشكله. فبالتالي المشكلة بتبتدي بوعيك بوجودها، تبتدي توعي إن في مشكلة، فبالتالي بتاخد وجهة نظر عنها، تقدر تحلها ما تقدرش تحلها، خايف منها متضايق من وجودها أيا كان. فبالتالي عقلك هو أول حاجة أنت تقدر تتحكم فيها وفي الحياة كلها. بس هنا لازم تبقى عارف إن مهما كان الموقف اللي أنت فيه وحش، لازم تفهم إن أول مرحلة من إن أنت تبتدي تتخطى الشيء هو إنك تتقبله. وأنا عارفة كويس جدا إن إحنا بنبقى دايما عايزين نتكلم، عايزين نحكي، نفضفض، نعيط، نتخانق، نزعق، أيا كان، نتكلم مع نفسنا، نكتب، نروح نتكلم مع دكتور نفسي، نتكلم مع حد من أهلنا، نتخانق مع الحد اللي عامل معانا كده أو أيا كان. ولكن الفكرة إن الحاجات دي في الأول كويسة، في الأول ممكن تعملها كام مرة علشان تطلع اللي جواك. لكن لو كملت هتلاقي المشكلة بتكبر في دماغك وانت جوه الصندوق، مش شايف حاجة غير الصندوق، مش شايف حاجة غير عتمة الصندوق. مش قادر تعرف ان انت لو عملت كده، دفعت ايدك لفوق، ممكن تفتح الباب وتطلع، تفتح علبة الصندوق من هنا وتطلع. انت مش عارف ان ينفع ده اصلا يحصل، لان انت جوه قوي، انت انفستد في المشكلة جدا. انت بتفكر ليه، ما بتفكرش ازاي اطلع بره. ولما تطلع بره طلوعك مش هيكون سهل، طلوعك مش هيكون سريع، تاخد كذا فترة ان انت تتفهم اصلا فكرة ان هو في بره. ولما تطلع بره انا عمري ما هستنى منك او اي حد ما ينفعش يستنى منك انك تطلع تجري او انك تطلع تطير او انك تطلع تغير حياتك. كل اللي انا عايزاه ان انت لما تطلع من بره الصندوق وتفتح علبة الصندوق، انا عايزاك تطلع تشوف النواحي اللي في الصندوق بس. انا عايزاك بس تطلع تشوف ان في الناحية دي والناحية دي والناحية دي، وفي فوق وفي تحت بس. انا مش مستنية منك او محدش مستني منك، او انت مش المفروض تستنى من نفسك ان انا اطلع اكتشف الدنيا كلها. لا. لما بنعيش في مشكلة فترة طويلة من حياتنا، في حاجات، عوامل كتيرة جدا بتحصل في عقلنا وبتخلينا نتعود كمان عليها. يمكن تكون انت كاره الموقف على قد ما تقدر، كاره السيتويشن على قد ما تقدر، ولكن بجزء معين انت اتعودت على وجوده، فبقى بالنسبة لك هو الحاجة المعروفة. فخليني هنا ابكي جوه الصندوق احسن ما اطلع ابكي بره وانا مش عارف ايه اللي بره. على الاقل انا هنا عرفت الصندوق اخره فين. حل معظم المشاكل في الحياة هو انك تتقبلها في الاول. وتقبلها مش معناه الاستسلام ليها. تقبل المشكلة معناه انك تتقبل وجودها، زي كده كأنك بتعمل معاهدة سلام بس. وبعد كده بتشوف انا اقدر اغير ايه في المشكلة
واقدر ما اغيرش ايه الحاجات اللي انا اقدر اتحكم فيها والحاجات اللي ما اقدرش اتحكم فيها في المشكله، لان مفيش مشكله كامله انا ما اقدرش اتحكم فيها مهما كانت المشكله عامله ازاي. لو مشكله عالميه فانا عندي عقلي اللي بقدر اشوف بيه الحياه، اللي باخد عنه اراء الدنيا، اللي نظرتي للعالم بتتكون من رايي اللي جوه، فبالتالي انا عندي حاجه اتحكم فيها. انا عارفه ان الموضوع مش سهل، انا عمري ما بقول لكم حاجه وبقول لكم ان واحد اتنين تلاته يلا هوبا، لا. بس لو انت مش عايز مشكله في حياتك يبقى انت جاي معانا غلط، يبقى انت جيت وكنت فاكر ان الموضوع مختلف عن اللي احنا عايشينه. بس لو انت ما كانش عندك المشكله اللي انت مخلياك تتفرج على الفيديو ده وبتفكر فيها دلوقتي، صدقني كنت هتلاقي مشكله تانية وكنت هتخترع مشكله تانية. ده مش معناه ان مفيش ناس حياتها كويسه بنسبه 90%، بس كده كده لازم يفضل فيه شويه حاجات بتع يعني بتخلي الموضوع يكون صعب شويه احيانا، عشان تخلي حاجه تخليك تصحى من النوم الصبح. يمكن لو ما كنتش مريت بواحد واتنين وتلاته ما كنتش بقى عندك العقليه دي النهارده. يمكن ما كنتش وصلت لحاجات كتيره جدا انت وصلت لها بسبب ان انت مريت بتجارب خليتك واعي اكتر. ايا كان انت تتعامل مع مشكله فرديه، مشكله اجتماعيه، مشكله عائليه، مشكله عاطفيه، ماديه، ايا كان، خليك دايما عارف حاجتين: ان انت اللي في ايدك انك على الاقل تغير وجهه نظرك عن الموضوع، وان ربنا هو اللي في ايده انه يساعدك انك تطلع بره ده. بس انت بدي شويه اسباب، شويه حاجات تخليك بس قادر تقوم على الطريق اللي يمشيك في الحته الكويسه. وصدقني لما هتحط الشغل ولما هتشتغل على نفسك او على كاريرك او على دراستك او على نفسيتك او على اي حاجه في حياتك، صدقني ربنا هيعوضك، عشان انت بتتعب. مهما كان تعبك ده انت حاسس ان هو مش كفاية او انت حاسس ان هو مش هيجيب اي نوع من الفايدة، ربنا هيعوضك. ومش لازم يديك الحاجة اللي انت عايزها بالظبط، بس هيعوضك وهيخليك حاسس في الاخر كده براحة في قلبك. مفيش حاجة في الدنيا تستاهل ان انتوا توتروا نفسكوا. التوتر من اوحش الحاجات اللي ممكن الانسان يمر بيها. الخوف يمكن بيحمي، لكن التوتر بيخليك دايما قاعد مرجوج. التوتر هيتعبك من جوه ومن بره. الخناق والشد والزعيق والتوتر والخوف وعدم السيطرة واحساس ان انت دايما خايف من اللي جاي هيتعبك من بره ومن جوه. هيتعب جسمك وهيتعب عقلك وهيتعب قلبك، هيتعب من اول اعضائك لغاية روحك. ارجوكوا 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 ارجوكوا، عندك مشكلة في حياتك، جرب بس لو تمشي على اللي انا قلته ده. جرب، مش هتخسر حاجة. حاول تتقبل المشكلة، تشوف المشكلة دي ايه الاجزاء اللي انا اقدر اتحكم فيها وايه اللي ما اقدرش اتحكم فيها. بس خد الاجزاء اللي انت تقدر تتحكم فيها وابتدي ان انت تاخد خطوات بسيطة في ان انت تمشي اتجاه الاحسن. وصدقني هتحس ان انت على الاقل عندك شوية سيطرة على حياتك. بس كده، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فولو على الانستجرام والتيك توك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.